كاهنة مصرية عادت من الموت من 3000 سنة ولبست جسد طفلة إنجليزية عشان تحكي لنا كل الأسرار والخبايا. فهل ده يا ترى تناسخ الأرواح ولا القرين ولا مس شيطاني ولا إسقاط نجمي ولا الموضوع فيه سر أكبر من كل ده؟ قصة سيتي الكاهنة العشيقة كيف عادت؟ لا تخافوا ولكن احذروا. بتقول إنها عاشت حياتها ككاهنة مصرية قديمة. فين بقى المعلومات اللي تثبت إنها عاشت في الفترة دي؟ هل ليها إسهامات اكتشاف آثار جديدة؟ تعالوا نشوف. لما راحت معبد أبيدوس هي اللي دلتهم على الأنفاق السرية اللي هناك، فما كانوش بيفكروا في الكلام ده خالص، لولا إنها طلبت منهم الحفر في الناحية الشمالية من المعبد وقالت لهم هنا في أنفاق سرية. وبالفعل بعد الحفر لقوا ممر ونفق سري تحت المعبد. ولما كانت مع عالم الآثار نيكولاس رينز هي اللي دلته على الحجرات السرية في وادي الملوك، وكمان قالت لهم ان في مقبرة سرية خلف مقبرة توت عنخ آمون لشخصية هامة، بس رفضت انها تقول اسمها بسبب ان الشخصية دي كانت مرفوضة ومكروهة من اخناتون ومن العيلة المالكة، عشان كده اتدفنت بالطريقة السرية دي. لكنهم ما سمعوش كلامها، عشان تيجي 2005 وهم بيحفروا هناك بالفعل يلاقوا ورا مقبرة توت عنخ آمون مقبرة سرية ومجموعة آثار بيقولوا إنها بترجع للملكة نفرتيتي. فهل نفرتيتي هي اللي كان مغضوب عليها وكانت مرفوضة من إخناتون والعيلة المالكة؟ السر مات مع إيدي. لحد هنا إيدي كل تصرفاتها وأفعالها بتدل إنها على معرفة تامة بالمصريين القدماء. دي ساعدت علماء آثار واكتشفت برديات وفكت ألغاز وكشفت عن أثريات، وكمان اتحطت في مواضع اختبار ونجحت فيها بامتياز. فازاي طفلة إنجليزية من أصل إيرلندي عندها كل العلوم والمعارف دي؟ إلا لو كانت فعلا عاشت حياة سابقة مع المصريين القدماء زي ما بتقول كاهنة مصرية من 3000 سنة. فهل ده تناسخ الأرواح؟ أولا تناسخ الأرواح مش معترف بيه في أي ديانة سماوية. تناسخ الأرواح ده عبارة عن إيه؟ إن الأرواح كلها على بعضها ما هي إلا عدد واحد، ومع الموت تخرج من جسد تلبس في جسد تاني، ومش معترف بيها إلا في الديانة الهندوسية، الملحدين يعني ديانة الملحدين. بالمنطق والعقل لو عدد الأرواح ثابت ما بيتغيرش، فليه احنا ما بين الزيادة والنقصان؟ احنا وصلنا ل6 ولا 7 مليار. ده احنا اتعمل لنا مشروع يا راجل مخصوص، مشروع المليار الذهبي عشان يعيش مننا مليار. ايه الجحود ده؟ انتوا بتكفروا بالماسونية واللي بتعتقدوا يا راجل. طب هل ده بسبب سحر او تعويذة عملتها الكاهنة فاستدعت روحها بعد 3000 سنة؟ طب ما تيجوا نسمع ونشوف رأي الطب بيقول ايه. وفي موروثنا الشعبي معروف ان لما طفل بيجي يقع على دماغه دايما بنسمي الله على دماغ الطفل وعلى المكان اللي وقع فيه، وكأننا بنحرسه ونحميه باسم الله من اي كائنات ممكن تصيبه بسوء. وده اللي حصل مع ايدي دروسي. هي وقعت على دماغها وقعة شديدة لدرجة انها دخلت في غيبوبة لمدة 3 ايام، وده اكيد سبب تلف في منطقة معينة في المخ. التلف والضرر اللي كان بسبب الوقعة سبب لها انفصال عن الواقع، فمبقتش متعرفة على العالم المحيط بيها ولا على عيشتها، زي ما بيحصل كده مع مريض الزهايمر في مراحل المتقدمة، لما ما يتعرفش على أهله ولا الناس اللي عايش معاهم ويقول دول خاطفيني. هي برضو طول الوقت رجعوني بيتي، رجعوني منزلي. فاضطر العقل اللاواعي يخلق لها عالم موازي تنتمي ليه عشان ما تبقاش فاضية مخوخة، فاختار لها أقرب عالم لقصة شافتها أو سمعتها أو فيلم شافته، وده اللي يفسر سر ارتباطها بالحضارة الفرعونية. فارتبطت بالهاجس ده وبدأت تسرش وتجمع عنه معلومات وتفاصيل وأحداث عشان تكمل القصة وتعملها
قصة متكاملة الأركان. أما بالنسبة لإتقانها للغة الهيروغليفية، فمين سمعها بتتكلم باللكنة أو باللغة الهيروغليفية؟ هي الأصوات أو اللكنات اللي كانت بتقولها وهي طفلة صغيرة، ده يخلينا نقول إنها اتكلمت هيروغليفي في سن صغير. هم أهلها والدها ووالدتها يقدروا يميزوا أصلا ده هيروغليفي ولا عبري ولا فارسي؟ أولا الأهل شافوا بنتهم بتتمتم بلكنة غريبة وأصوات مش متعارف عليها، فاش عرفهم أصلا هي بتتكلم بأنهي لغة. ثانيا على حسب أبحاث ذكرها موقع سايكولوجي توداي، قال إن السكتات الدماغية والإصابات الشديدة في الرأس والجلطات ممكن تسبب اضطرابات عصبية، منها اضطراب عصبي نادر اسمه متلازمة اللكنة الأجنبية، وفيها المريض لما بيستفيق بتصاحبه لكنة أو لهجة مختلفة تماما عن اللغة الأم، ومبيبقوش عارفين هو جايب اللكنة أو اللهجة دي منين، مختلفة تماما عن تربيته وثقافته وملهاش تفسير علمي. وده اللي حصل مع دروسي، واللي ربط التمتمة بتاعتها أو اللكنة باللغة الهيروغليفية هي كلامها عن انتماء الحضارة الفرعونية، فاللاواعي غذى عندها إن دي اللغة الهيروغليفية، وده اللي صدرته لأهلها. فكله غزة كله عشان تنتج الشخصية اللي انتمت ليها، شخصية الكيانة المصرية اللي عادت في جسدها بعد 3000 سنة. واللي بيأكد الكلام ده نوبات الصرع والتشنجات اللي كانت بتجيلها، والمشي أثناء النوم، وإنها دخلت المصحة النفسية بسبب الكلام ده أكتر من مرة. طب اشمعنى دروسي اختارت الحضارة الفرعونية بالذات؟ من الواضح ان اهلها عندهم هوس بالحضارة الفرعونية او الشعب البريطاني كله بدليل الافلام بتاعتهم، فكل دي حاجات غزت عند دروسي. طب ازاي وهي في السن صغير وهي عندها 3 سنين تتعرف على ملك وهي لا درسته في تاريخ ولا سمعت عنه؟ ليه؟ هو انت ما تعرفش ان الطفل بيخزن في ذاكرته كل حاجة منه وهو جنين؟ انفعالات الام، ويميز الاصوات والكلام وكل حاجة بتختزن في ذاكرته في اللاواعي، ويبتدي بقى يخرجها اللاواعي وقت ما يحب، يا في صورة حلم يا في صورة قصة، يا ينفصل عن الواقع تماما ويخلق له عالم موازي يعيش صاحبه بس فيه. فمن الواضح ان اهلها كانوا مرتبطين بالحضارة الفرعونية بدليل زياراتهم المتكررة للمتحف البريطاني. وكمان القصة ما اكتملتش غير بعد ما اصلا دروسي نزلت مصر واتجوزت وعاشت. ما هي اول ما نزلت مصر ليه ما راحتش على معبد ابيدوس اللي هي المفروض الكاهنة بتاعته؟ مش اول حاجة المفروض تعملها تجري على بيتها اللي كانت بتحكي عنه طول ما هي صغيرة؟ لا، دي عاشت واتجوزت وخلفت، وحتى بعد ما اتطلقت اشتغلت في اماكن غير معبد ابيدوس. ده معبد ابيدوس راحته بالصدفة، الى جانب ان هم بيقولوا ان قصة دروسي اصلا ما هي الا مسرحية بتداري فيها انجلترا البرديات المصرية المسروقة، وبعتت دروسي كعميلة تتأكد من الترجمة اللي وصلوا ليها في البرديات دي. ودلوقتي انا قلت لك كل السيناريوهات المحتملة حوالين دروسي وحوالين قصة دروسي، انت ميال لانهي واحدة فيهم اكتر؟ انت بقى شايف ايه؟